كان بيفتخر دايما ويقول إن هدفه في الحياة هو إن يكسر أنف خصومه في الملاكمة. كان أصغر واحد يحصل على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو لسه عنده 20 سنة. اتلقب بالرجل الحديدي بسبب لكمته الشمال اللي كانت بتخلي كل حد يخاف، واتقال إنه أقوى لكمة شمال في تاريخ الملاكمة. ده مايك تايسون اللي بقى معروف بعد كده باسم مالك تايسون بعد ما أشهر إسلامه. اتولد تايسون في 30 يونيو سنة 1966 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. حياته كانت قاسية من هو صغير لأن أبوه ساب العيلة وهو لسه صغير، فخد اسم عيلة أمه تايسون. نشأ تايسون في النادي الرياضي وعضلاته ساعدته إنه يبقى مميز بين زمايله. ابتدأ يحترف الملاكمة وهو لسه صغير ولفت الانتباه بعضلاته الضخمة وبنية جسمه القوية. المدرب الأسطوري كاز داماتو هو اللي اكتشفه واحتضنه وحوله لمقاتل شرس، وتنبأ له بمستقبل كبير في عالم الملاكمة. والكلام ده حصل فعلا لأن تايسون احترف الملاكمة وبقى بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو لسه عنده 20 سنة. في أواخر الثمانينات اتوصف تايسون بأنه الرجل الأسوأ على الكوكب بسبب سلوكه التهديدي وقوته المدمرة اللي كانت بتخلي خصومه يخافوا ويتساقطوا تحت ضرباته القاضية في ثواني معدودة. وقبل ما يكمل 25 سنة كان تايسون دخل كتب الأرقام القياسية كأصغر بطل عالم في الملاكمة للوزن الثقيل. سجله كان 58 مباراة خسر منهم 6 بس، وربح 44 مباراة بالضربة القاضية. وفي مجلة زارينج سنة 2003 تايسون احتل مرتبة كبيرة بين أعظم الملاكمين في التاريخ، واحتل رقم 16 ما بين أعظم 100 ملاكم على مر العصور. لكن الصورة اللي كانت لمعة ديت ما فضلتش كتير. حياته المهنية والشخصية بدأت تتدمر بعد وفاة معلمه ومدربه كاز داماتو، والمشاكل اللي واجهها زي المشاجرات في الشارع وتعاطي المخدرات ومغازلة البنات والزواج الفاشل والخسارة في الحلبة قدام ملاكم درجة تانية سنة 1991. كل ده أدى لانهيار سريع في حياته. اتهم تايسون بعد كده باغتصاب ديزيري واشنطن اللي كانت عندها 18 سنة، واتحكم عليه بالسجن بسبب القضية دي. حياته اتدمرت بالكامل زي الكابوس اللي مفيش منه مفر، مع ان كان فيه كلام منتشر ان القضية دي كانت تلفيق عشان ينتقموا منه. وفترة السجن دي كانت فرصة لتايسون يفكر في حياته سواء في الحلبة او خارجها. بدأ تايسون يدرس الاسلام وقرر ان الدين ده هيبقى اللي هيساعده وبيتخطى كل مشاكله. قضى 3 سنين في السجن من اصل 6 سنين حكم عليه بيها، واستغل الوقت ده علشان يراجع مساره. وبيرت شوجر اللي كان ناشر لمجلة رياضية امريكية بيتكلم عن الملاكمة قال ان البطولات في غياب تايسون كانت مملة ومش مثيرة، واضاف انه كان ممكن يكون عندنا ابطال كتير زي روي جونز وبير ويتكر، لكن لسه الناس كانت مستنية عودة تايسون للحلبة. وتايسون كان عارف انه من صفوة ابطال الملاكمة وان شعبيته كبيرة جدا مش اقل من شعبية جون لوس او محمد علي كلاي، علشان كده الجميع كانوا قلقين ونايمين على وشهم ومستنيين عودته. وتايسون بالنسبة لهم ما كانش بطل الملاكمة اللي ما فيش منافس ليه وقتها، ده بالنسبة لهم كان الانسان الخارق. ولما طلع تايسون من السجن اعلن اسلامه وسمى نفسه عمر عبد العزيز، وبعد كده اتغير الاسم لمالك تايسون. أول ما ظهر تايسون على حلبة الملاكمة بعد خروجه من السجن رفع أتباعه الإعلام البيض وكبروا تكبيرات الإسلام. من وقتها ناس كتير لاحظت إن تايسون بقى أحسن واحد وأكتر تواضعا واحتراما بعد ما أسلم، وأخذ على نفسه عهد إنه يحافظ على الصلوات الخمس ويلتزم بأوامر الله ونواهيه عشان يكون مسلم صادق في إيمانه ومخلص في إسلامه وطائع لربه وطالب رضاه ومغفرته. تايسون قال إن السجن قضى على غروري وخلاني أتعرف على الإسلام وأفهم تعليمه اللي كشفت لي عن حياة تانية ليها طعم مختلف، وإن الإسلام علمني الصبر وخلاني أشكر الله حتى في الكوارث. وأضاف إن كوني مسلم مش معناه إني بقيت ملاك، لكن هخليني شخص أفضل وأبعد عن الرذائل. وبعد ما خرج من السجن عاش تايسون حياة إسلامية هادئة وسط أسرته اللي أسلمت كلها. وأول حاجة عملها بعد خروجه إنه راح المسجد مع أستاذي محمد علي كلاي وكريم عبد الجبار اللي كانوا في استقبال عشان يصلي صلاة شكر لله على نعمة الإسلام. تايسون يا رفيقي اعتزل الملاكمة بعد هزائم متتالية بعد ما كان قريب يكون أسطورة زي محمد علي كلاي، لكن أسلوبه داخل الحلبة بقى مرجع للكتير. وبعد ما مايكل اعتزل يا رفيق الملاكمة سنة 2005 قرر يرجع ويلعب مباراة تانية بسبب تراكم ديونه، وده في 16 نوفمبر عام 2024 لما أعلنت نتفليكس إن حوالي 60 مليون أسرة تابعت البث المباشر عشان يشوف الملاكم
لوجان بول 27 سنة وهو بيغلب تايسون بطل الوزن الثقيل السابق اللي عمره 58 سنة بقرار إجماعي من الحكام، حتى إن ذروة المباراة وصلت ل 65 مليون مشاهد متزامنة حسب ما أعلنت الشركة. وكمان يا رفيق الملايين أصابهم إحباط كبير بعد ما قعدوا مسمرين قدام الشاشات علشان يشوفوا النزال الأهم في تاريخ الملاكمة بين الأسطورة مايك تايسون واليوتيوبر الشهير والملاكم جيك بول، اللي انتهى بخسارة تايسون البطل السابق للوزن الثقيل. في حين أكد بطل الملاكمة البالغ من العمر 58 سنة في أول تعليق له على حسابه في إكس اليوم الأحد إنه لم يخسر بل ربح بعد ما كاد يفقد حياته قبل 5 شهور، ولم يندم أبدا على المشاركة في هذه الملاكمة، كما اعتبر أنه لم يخسر على الإطلاق قائلا ما حصل مشابه للعديد من المرات التي تخسر فيها لكنك في الحقيقة تكون قد فزت. أنا ممتن على الليلة الماضية. وأضاف كاتبا لم أندم أبدا على الدخول إلى الحلبة للمرة الأخيرة. وأوضح تايسون أنه كاد يموت في يونيو الماضي بعد ما أجرى 8 عمليات نقل دم، وقال لقد فقدت نصف دمي و25 رطلا من وزني في المستشفى، واضطررت إلى القتال من أجل استعادة صحتي والتمكن من القتال، لذلك أعتبر نفسي فائزا.